هي دي اللي لازم تتعمل فورا، وهي دي اللي ما ينفعش نسيبها، لانها ممكن في لحظه تقلب بميه زرقاء والتهابات في العين، وبتبقى مشكله لما نيجي نشتغلها. يعني ممكن الجراحه نفسها يحصل فيها مضاعفات، غير لما الانسان يجي لنا في الوقت المناسب. عشان كده مهم قوي ان احنا نعمل تعليم طبي، مهم قوي ان احنا نشرح للناس ونوعي الناس مع مثل هذه البرامج الجميله. في ناس كتير تسأل او تحب تعرف ايه هي الاسباب بتاعه الميه البيضاء. اولا في اوقات كتير تيجي الميه البيضاء بدون اسباب، يعني ممكن تيجي في اي سن، ممكن الانسان يتولد بيها، ممكن تيجي للشباب، ممكن تيجي للكبار، ومش لازم يكون في اسباب. لكن اوقات كتير بيكون في اسباب، فاحنا برضو بنحاول نفهم ايه الاسباب اللي ممكن ان احنا لما هنفهمها هنبعد عنها. يعني من ضمن اكتر الحاجات اللي بتحصل ان الانسان يتخبط على عينه، انسان بيلعب رياضه، انسان في شغله ايه، فلازم الانسان دايما يحمي نفسه من الخبطات. الناس اللي شغالين في الحرف المختلفه وفي الصناعات المختلفه وفي حركه وفي ايه، فده العين ما تتخبطش ابدا. لو العين محتمل تتخبط او حاجه تخش فيها، لازم الانسان يلبس درع واقي علشان يحمي عينيه من الايه، من الخبطات. كمان غير الخبطات كذلك الرياضيين، يعني بتوع الملاكمة والتنس والراكت والفوتبول والكلام ده كله، برضه العين ممكن تتخبط. وكذلك الأطفال أثناء الشجار، والأطفال اللي بيتخانقوا مع بعض. وطبعا لازم ننتبه إلى أن الأمهات تبعد أن الطفل ما يصلش لأي آلات حادة، الآلات الحادة والحاجات دي الطفل بيتخانقوا مع بعض عليها بتاع، فممكن دي تخش في العين، وممكن كمان تفتح العين وتعمل مشاكل كبيرة. كمان التعرض للإشعاعات، الأشعة والأفران الحرارية، الناس اللي شغالة قدام أفران حرارية، المصانع المختلفة لازم تحمي عينيها. كمان الناس اللي شغالين في الأشعة، مراكز الأشعة، لازم كذلك يحمي عينه، لأن الأشعات نفسها وتعرض العين ليها ممكن إيه، ممكن يعمل مشاكل. كذلك الناس اللي عندها أمراض هرمونية زي الغدة الدرقية، نشاطها الزايد أو القليل، أو الغدة الجار درقية، فالناس دول بيكون عندهم خلل في الجسم وفي الكالسيوم ميتابوليزم. فالعالم دول ايضا ممكن القصه دي تجيب ميه بيضاء. وكمان السكر، اضطرابات السكر يطلع كتير فوق والناس تهمله ومش عارف ايه، ممكن ينتج عنه ايضا ايه، ميه بيضاء. فدي كلها اسباب مع معرفتها يمكن تفادي. احنا معانا اتصال تليفوني، الاستاذه حنان من الدقهليه، اتفضلي. ايوه، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا دايما عندي حرقان جامد في عينيا، وبابا قايمه منه مش قادره افتحها خالص، وكنت كشفت عند الدكتوره وقالت لي ان ده بسبب حساسيه على صدري. هل ده ممكن يكون صحيح؟ شكرا يا استاذه حنان. استاذه حنان بتشتكي من حرقان، لما تصحى من النوم الصبح بتلاقي حرقان، وهي عندها حساسيه على صدرها.